لو انت كنت ماشي في الشارع ومعاك خطيبتك او مراتك او اختك وحد عاكسها، تعمل ايه؟ في البداية ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. ولو انت عايز تحجز استشارة شخصية معايا فيسعدني جدا ويشرفني انك تتواصل معنا على موقع ahmedalfatih.com وتحجز استشارتك. ما تقلقش، ان شاء الله هنلاقي لها حل. هسيب لك اللينك في اول كومنت. تعمل ايه بقى لو انت كنت ماشي وواحد راح قايل الفاظ مش كويسة وعاكس خطيبتك او اختك او مراتك؟ في اللحظة دي اوعى تستعمل القوة خالص، ما تتخانقش ولا تتلفظ بألفاظ مش كويسة ولا الكلام ده. وانا عارف انك قلبك محروق وعارف انك بتغلي كده من جواك وممكن لو مسكته تموته في ايدك، بس احنا عايزين نفكر بعقلانية. مش عايز مشاعرك هي اللي تغلبك تروح تمسك في خناقه، فهيحصل خناقه كبيره جدا 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 والناس هتتلم وهي هتتبهدل. فانا مش عايزها تتبهدل وعايزك في نفس الوقت تحافظ على كاريزمتك، ما تفقدش خالص شخصيتك وكاريزمتك قدامها. لان ممكن لما انت تروح تتخانق تلاقي مثلا الولد اللي بيعاكس ده واد جامد وناشف بس قليل الادب، فممكن يمسكك يضربك، فبرضه هيبقى شكلك وحش قدامها. ولو انت يا عم ضربته الناس هتتخانق، تلاقي لا قدر الله عربيه شرطه شافتكوا انتوا الاثنين خدتكوا انتوا الاثنين على الاسم، فبرضه بهدله ليها. فابعد القوه خالص خالص في اللحظه دي. مش عايزك تتغاشم ولا عايزك تعمل اي مشاكل. رقم 2، هتروح تقف قدامه وتقول له يعني على فكره ما يصحش كده وعيب كده، انت ما ترضاهاش على اختك، انت ما ترضاش ان تكون ماشي مع اختك او خطيبتك او مراتك وانا عاكسها، فبرضه انا مناش قابل انك تعمل حاجه زي دي. عايزك تكلمه بالادب وبالاحترام. احترم نفسه كان بها، ما احترمش نفسه هتتكلم بنبره هي حاده شويه. هتقول له هو انت بتشبه ولا حاجه؟ اصلا انا شايفك يعني بتبص جامد قوي، هو حضرتك تعرفها مثلا؟ هيقول لك لا 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 عادي يعني انا ببص يعني عادي. قول له لا 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 بص لي، انا معاك انا اهو. عايز حاجه؟ دي خطيبتي، دي اختي، دي مراتي. قول له يا حبيبي عرفني انا انت عايز ايه، لان الناس دي تخصني قوي. هيلم نفسه. او تقول له انا شايفك سرحان قوي كده، ليه يعني السرحان الجامد قوي ده؟ هيرد طبعا ويقول لك على فكره انا مش سرحان. قول له طب ركز بس معايا، انا اللي بكلمك. او هتقول له ايه يا وحش، انا شايفك يعني عينيك نازله لتحت قوي، ما تطلع لي فوق. كل ده هيهز الشخص ده. انا بتكلم كده ليه؟ احنا بنتعامل بعقلانيه في الموقف ده. او بقى تجيب معاه من الاخر خالص وتقول له ايه ده، هو انت للدرجات دي يعني ما انتش قادر تمسك نفسك قوي كده ولا قادر تمسك لسانك؟ هو انت خلاص واقع قوي كده؟ انت هنا بترد له انك قادر في اي لحظه انك ترد عليه، وكمان قدر الله يحصل ايه تطور اكبر من كده، بس انت بتعرفه شخصيتك وبتبين له انك قادر انك تعمل في اي حاجه. احنا طبعا مش هنتخانق ومش هنعمل اي الكلام ده، بس انت بترد اعتبارك وبترد ان هي اتعكست. دول الحالتين اللي انت تحافظ على كاريزمتك وشخصيتك قدامها. خلاص بقى ما انتش قادر وما انتش خلاص بقى وهجيب حقي يعني هجيب حقي وشايف نفسك جامد تعرف تتخانق، فممكن توقف لها تاكسي تروحها وتفضلوا بقى. او ممكن برضو تبعدها هي وتتصل بحد من زمايلك تقول له انا مراتي اتعكست، خطيبتي اتعكست، اختي اتعكست، احنا عايزين نتخانق. او تروح لاقرب اسم شرطه وتقول له انا اتعرضت انا وخطيبتي او مراتي للتحرش اللفظي من شباب في الشارع، وهو يجيب لك حقك. خليك ذكي جدا في المواقف اللي زي دي. اوعى وانت معاها تمسك في خناقه، اوعى وانت معاها تحسسها ان هي في موقف صعب. اصل انت لما تتخانق هي هتبقى حاسه ان هي خلاص مش عارفه تعمل اي حاجه، هي هتتبهدل. فابعد خالص خالص عن الحوارات ديت. انت في غنى انك ترد اصلا على الاشكال اللي زي دي، لان مش كل واحد هيعاكس خطيبتك او هيبص لها بشكل مش كويس او كده هتمسك في خناقه. انت مش هتخلص. عايز بقى تتفادى كل ده، ودي بقى لما انت تكون قوي 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 وقلبك جامد وبتستحمل، تتجاهل. بصه مش كويسه او اللفظ مش كويس فانت عايز تلم الموضوع قوي وقادر فعلا انك تاخد حقك، بس قلت لا، دي ناس ما يتردش عليها. انا مش هقلل من نفسي وارد على الناس دي، وتاخد في طريقك وتمشي وكل حاجه هتعدي وكل حاجه هتخلص. ومراتك على فكره او خطيبتك واثقه فيك قوي وعارفاك كويس قوي ان انت ممكن تجيب حقك بايدك. لكن احنا مش هنعمل ديت الا في اللحظه الاخيره خالص. لو انت قادر انك تستحمل ومش فارق معاك خالص نظره اي حد، انسى بقى المعاكسه وانسى خالص انك ترد عليهم، لان هم اقل بكتير قوي 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 من انك تنزل لهم وترد عليهم.